هبوط طيارة رئيس الجمهورية الهليكوبتر داخل أسوار دير القديس العظيم ماري بؤتر وصاحبه وحبيبه القديس أبو سفين بقرية حجازي إبلي. إيه اللي حصل وإيه تفاصيل الحكاية؟ اتعرضت مصر لسيول كتيرة جدا، وتسببت في هدم كتير من المباني والتلفيات والأضرار، وحاجات كتير اتخربت تابعة للقرية المحيطة بدير ماري بؤتر والقديس أبو سفين. وفي الوقت ده الرئيس محمد أنور السادات حب يطمن ويزور القرى الأكثر تضرر من السيول، فكانت قرية حجازي إبلي هي أكتر القرى اللي اتضررت من السيول، وكان فيها حاجات كتير اتخربت وتلفيات. وفعلا زارها بالهليكوبتر، بس ما لقاش أي مكان تهبط فيه الطيارة غير أرض دير القديس أبو سفين والقديس ماري بؤتر. وده كان بسبب إن السيول غرقت كل المنطقة، لكن أرض الدير ما كانش فيها أي أذى ولا أي ضرر، والسيول كانت جاية من ناحية شرق الدير بسرعة شديدة جدا. ولكن أول ما وصلت للدير حصل حاجة عجيبة وغريبة فوق العقل، زي ما وصف كده بالظبط الشهود من أهل القرية من مسلمينها ومسيحيينها، زي ما قالوا إن المية كأنها فتحت دراعاتها وكأنها بتحضن الدير لحد ما وصلت لغرب الدير. ولما عدت الدير رجعت المية لطبيعتها والتحمت مع بعض تاني. وده كان كلام شهود العيان نفسهم من سكان القرية اللي شافوا بعينيهم كل حاجة وعصروا كل حاجة. شافوا 2 من الفرسان راكبين على حصنتهم وكانوا لابسين زي عسكري. واحد من الفرسان دول كان موجود من ناحية الزاوية للقرية البحرية، وواحد تاني كان من ناحية الزاوية للقرية القبلية. واللي اتأكدوا بعد كده أهل القرية إن الاتنين الفرسان اللي شافوهم دول هما الشهيد ماري بؤتر والشهيد أبو سفين. طبعا عرفوهم من صورهم اللي موجودة داخل الدير بتاعهم. هما الاتنين اللي كانوا واقفين وحاشوا كل السيول والمية اللي كانت جاية على الدير، وكان الدير هو بمثابة سفينة النجاة لأهل القرية كلهم من مسلمينها ومسيحيينها. راحوا كلهم احتموا داخل أسوار الدير لحد ما كل شيء رجع طبيعي زي الأول، والأرض كلها بتاعت القرية جفت واتصلحت من التلفيات والأضرار. والمعجزة الجميلة دي والأحداث حكاها بنفسه أبونا استفانوس سامي، وحصل كل ده سنة 1979. وطبعا اللي شاف وشهد على كل ده الرئيس محمد أنور السادات بنفسه لما طيارته هبطت جوه أرض الدير، وشاف بعينيه إن كل القرية اتعرضت للسيول والتلفيات إلا أرض الدير اللي كانت جافة. وما شافش كده وبس، لأ، ده شاف كل أهل القرية اللي اتحاموا جوه أسوار الدير بركة وشفاعة الفرسان الجدعان الشهيد العظيم ماري بؤتر وحبيبه وصاحبه أبو سفين. ومن ضمن الأمور الغريبة اللي عملها أبو سفين، زي ما بيحكي واحدة اسمها فايقة نادي لوندي وجوزها نبيل سلامة، كان بيقول هو ماسك البوفيه في شركة كمبيوتر، ودلوقتي وقت ما حصل المعجزة دي معاهم ما كانش عنده شغل، وعنده 3 أطفال في ابتدائي، وزوجته اللي اسمها فايقة كانت بتغسل سجادة في الحمام بتاع البيت، اتزحلقت ووقعت بتقل جسمها على رجلها الشمال، وساعتها لقت الركبة زي ما وصفتها سايبة ومتلخلخة، وفي الحال ورمت جدا وبقت مش قادرة تقوم من على الأرض وبتصرخ من الألم والورم والزرقان اللي في رجليها اللي هي شايفاه بعينيها. المهم اتصلت بجوزها، جه قوام شالها ووداها على المستشفى، وهناك عملوا ليها الإشاعة. طلع إن الرباط
الصليبي الأمامي انقطع تماما. الدكتور ربط لها رجليها برباط ضاغط وقال لها بعد أسبوعين لازم تيجي تعملي عملية. طبعا أول ما سمعت فايقة وجوزها إن في عملية وبمبلغ كبير حزنوا جدا، لأن جوزها أصلا ما كانش عنده شغل ولا عنده أي مصدر رزق تاني. روحوا البيت وهم مش عارفين يعملوا إيه، وهي ولا متحملة الألم ولا قادرة تقوم وتخدم أولادها. فكان كل اللي بإيديهم وبيعملوه هم إنهم كانوا بيطلبوا من ربنا وبيتشفعوا بأبو سيفين إنها تخف بدون عملية ولا جراحة، علشان مفيش حد عالم الحال إلا ربنا. وعدى على الحال ده كام يوم وهي مستحملة الألم ومش بتقدر تتحرك من مكانها، وزوجها هو اللي بيخدمها وبيخدم الأولاد. فكروا، قالوا يروحوا للدكتور يمكن يلاقي عنده حل تاني. وفعلا راحوا يتكلموا مع الدكتور اللي متابع وقالوا له شوف لنا أي حل حتى جبس الرجل. رد عليهم وقال مفيش أي حل غير عملية جراحية، مفيش أي حاجة هتنفع معاكي ولحالتك. بعد إلحاح فايقة على الدكتور بإنه يجبس ليها رجليها، على الأقل الركبة يعني تكون متثبتة في مكانها وما تتحركش. ففعلا قام الدكتور بتكبيس الرجل من عند نص الفخذ لحد نص الساق بالجبس الحديث اللي متبطن بقطن من الداخل، وقال لها تعالي بعد شهر أفكهولك. وأول ما روحت البيت كانت متألمة وتعبانة لأن مفيش أي حاجة هتنفع معاها غير العملية، وفضلت تبكي من كتر الألم والحزن على حالها وإنها مش قادرة حتى تشوف حال بيتها. جوزها طبطب عليها وقال لها ربنا هيفرجها وهيحلها. وهي كانت قاعدة في الصالة وفاردة رجلها دي على كرسي، وراح قال لها هعمل لك كوباية شاي. عبال ما راح كانت هي عينها غفلت من كتر الألم والتعب، وحلمت حلم غريب. سمعت باب الشقة عندها بيخبط، راحت تفتح الباب لقيته الشهيد العظيم أبو سيفين قدامها منور خالص وراكب على حصانه وماسك بإيديه الاتنين سيفينه وعاملهم على شكل صليب. وتحكي وتقول عنه ده كان شكله أجمل بكتير من اللي في الصورة. وفضلت تصرخ وتقول أبو سيفين يا ولاد، أبو سيفين يا ولاد. ابتسم ليها أبو سيفين وقال لها انت قدرتي تمشي اهو وقمتي لوحدك وفتحتي لي الباب. بصت لأبو سيفين وقالت له أنا رجلي وجعاني قوي ومش قادرة أمشي ولازم أعمل عملية. راح بصلها أبو سيفين وقال لها بس انتي قدرتي تمشي وتفتحي الباب. وبعد كده أبو سيفين اختفى. كان في الوقت ده جوزها جه طبطب عليها وقال لها انتي نمتي ولا ايه؟ قومي اشربي الشاي أنا عملتهولك. قامت وهي فرحانة ومبسوطة وحكت له عن الحلم اللي شافته وأبو سفين وجماله، وقد إيه هي مبسوطة إنها شافته وحاسة إن ربنا هيتمجد ببركة صلواته وشفاعته. وفعلا في ساعتها لقت الألم ابتدى يزول والورم اللي كان في رجليها ابتدى ينزل، وكمان لقت الجبس بيوسع وبيتزحلق لوحده من رجلها. جوزها قال لها طب حطي رجلك كده في الأرض وحاولي تقفي عليها. حطت رجلها لقت نفسها قادرة تمشي وتتحرك من غير ما حد يشيلها ولا يسندها، وابتدت تلف في بيتها وتخدم أطفالها حتى قدرت تنزل من على السلم وتطلع عادي. وبعد كده راحت للدكتور ودخلت عنده العيادة وهي ماشية على رجليها. وأول ما شافها الدكتور اندهش من حالها وقال لها فين الجبس؟ انت أكيد عملت العملية، بس لو عملت العملية هتلحقي تخفي وتتحركي كده ازاي بدون ألم؟ طب فين الخياطة اللي في رجلك؟ حكوله على كل اللي حصل. بصلهم الدكتور وقال لهم دي أكيد معجزة 100%. أنا بؤمن بالمعجزات بس لازم برضو أتأكد ونعمل أشعة. وفعلا عملوا الأشعة الجديدة في نفس المستشفى اللي عملوا فيها الأشعة الأولى، وطلعت الأشعة سليمة وكأن الرجل ما كانش فيها أي إصابة من الأساس.
شفاعة أبو سيفين والقديس ماري بؤتر تكون معاكم وتفرح قلوبكم.